ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الصوص اللي هو تشيلي صوص الحار الجامد ده جدا جدا. يلا بقى نسمي بسم الله وندخل على الوصفه بتاعتنا على طول. انا النهارده هعمله لكم بطريقتين: طريقه الشطه اللي هي الخضراء، قصدي الحمراء بس اللي هي مش ناشفه، وهنعمله كمان بالشطه الجافه اللي احنا بنبقى منشفينها اللي هي الحاره جدا جدا، على حسب ما انت عايزه الكميه. انا عملت النهارده يعني حوالي 3 حبات من الفلفل الاحمر، قطعتهم زي ما انت شايفاهم كده. هضيف عليهم كوبايه ميه، ده كله في الكبه، وزي ما انت شايفه هنبتدي نطحنهم، بس طحن متقطع عشان يديكي اللي هو الخشن مش الناعم. تمام. زي ما انت شايفه وصفه جميله ما بنستغناش عنها، مع الاستريبس، مع الكنتاكي، مع البانيه، مع البطاطس، حلوه جدا جدا وظريفه جدا وحلوه قوي وسهله، وبدل ما بنشتريها احنا نعملها في البيت وبمنتهى السهوله. تمام. هفضيها في كسرولة او طاسه. هبتدي كمان ان انا اضيف لها زي ما انت شايفه دلوقتي، هتشوفي جمالها هيبقى عامله ازاي. جميله جدا ووصفه سريعه وسهله وحلوه جدا، بدل ما نشتريه زي ما قلت لك، لا احنا نعمله في البيت احسن وانضف واوفر على ايدينا. وفي اي وقت هتحبي تعمليه هيبقى عندك الفيديو تسمعيه وتعمليه على طول، تقومي تعمليه. حطيت كمان تلت كوبايه خل، تلت كوبايه سكر، زي ما انت شايفه، زي ما احنا بنقول تشيلي صوص الحار، وحوالي معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهحط كمان ربع معلقه ملح. كل ده هنقلب وعلى النار. يلا بينا على النار زي ما انت شايفه كده. هنعمله جميل وبسرعه ومش هياخد وقت معاكي خالص. في الوقت ده وهو على النار، حطاه على النار، هحط حوالي معلقتين كبار ميه، عليهم معلقه صغيره من النشا. ولو احتجتي ولقيتيه لسه حاسه ان هو خفيف شويه، زيدي من النشا كمان شويه، بس ما تحطيش معلقه، هتحطي حوالي نص معلقه او ربع معلقه. زي ما انت شايفه رحنا على البوتاجاز بتاعنا على النار بتاعتنا، وهنبتدي نقلب لحد التومه بتاعنا يستوي. بعد كده هنضيف النشا بتاعتنا برضو مع التقليب عشان ما يكلكعش مني وتركن تحت. تمام. هبتدي ان انا اقلب زي ما انت شايفه، بيبتدي يديكي جميل قوي واللون حلو قوي، بيبقى جميل قوي 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 وظريف وشكله حلو. بس خلي بالك هيخليكي تكحي كتير كتير، معلش استحملي 5 دقايق و10 دقايق، بس هتعملي احلى واوفر واسرع صوص اللي هو تشيلي الصوص معانا. تمام. زي ما انت شايفه بتقلبيه لحد ما يبتدي يتقل معاكي شويه. بعد كده هنحطه، هنصبه في بولة، في ازازة، في برطمان يكون معقم ونضيف، وتحفظيه في التلاجة، لحد ما نستعمله. طول ما انت هيقعد معاكي اكتر من اسبوع او اسبوع وشوية. تمام. هبتدي ان انا اصفيه زي ما انت شايفة كده، اقصد اصفيه، لا سوري معلش، احطه في بوله زي ما انت شايفه وهسيبه وهركنه على جنب. هنبتدي في الصوص التاني زي ما قلت لك بالشطه الجافه، تمام. نفس الطريقه ونفس المقادير، بس بدل الشطه الحمراء اللي هي الطازه، لا هنعمله بالشطه الناشفه الجافه بتاعتنا. تمام. عشان لو ما عندكيش ده تعمليها بده يعني، يعني كلتا الحالتين بالعكس هتعملي اللي موجود عندك ومتاح، هتحبي تعمليه. لو انتوا عايزينه محتاجينه حتى عشان الاكل بتاعنا باي وصفه بتاعتنا، هتقومي تعمليه الموجود والمتاح عندك هتعمليه. برده حطيت كوب من الميه، وحطيت حوالي 4 حبات من الفلفل الاحمر الناشف. تمام. هقطعها برضو زي ما انت شايفه، برضو قطعي تكون بمقص علشان ما تبقاش ايديكي من الشطه الحراقه بعد كده تزهقك او تضايقك. تمام. وبرضو هقولك على معلومه حلوه قوي، لو انت حابه حاجه هتمسكي الشطه بايديكي، بتدهني ايديكي حبه زيت صغيرين جدا، بتدهني ايديكي بيها بحيث ان هي تمنع وصول الشطه الحاره لايديكي، وتمنعها ان هي ما تبقاش حاره خالص معاكي او تزهقك او تتعبك. برضو بنطحنه طحن متقطع زي ما انت شايفه كده. برضو هفضيه في طاسه او في كسرولة على حسب المتوفر برضو عندك. زي ما انت شايفه، زي ما قلت لك انا عاملاها لك النهارده بطريقتين: الشطه الحمراء الطازه والشطه الحمراء الجافه. اللي موجود عندك ساعتها مفتاح عندك هتعمليه تلت كوبايه سكر، تلت كوبايه خل، معلقه صغيره من الثوم المفروم، ربع معلقه صغيره من الملح. ونفس الطريقه على النار على طول هعملها، واكون برضو محضره معلقتين من الميه الكبار مع معلقه
نشا، وهدوبهم كويس، وبعد كده هضيفهم بس بعد التوم ما يستوي. تمام. بعد كده برضو زي ما انت شايفه هحضر النشا بتاعتي، ولو لقيتيها لسه محتاجه شويه نشا زديلها برضو شويه نشا حبه صغيرين على حسب قوام اللي قدامك. هيعوز معلقه، هيعوز نص معلقه، على حسب القوام اللي قدامك هتضيفي له النشا. تمام. هبتدي ان انا هجيبه دلوقتي قدامك برضو، هضيف له النشا، هرجعه على النار تاني زي ما انت شايفه كده. بعد كده برضو هفضيه في بولة معايا او برطمان معقم ونضيف، هشيله في التلاجة معايا لحد ما تستعمليه في اي وقت، متاح معاكي الاسبوع الاسبوعين لثلاثة كمان، لان هي شطة اصلا ما بتبصي. تمام. وما بتحتاجش مادة اصلا السكر والخل مادة حافظة، تعتبر مادة حافظة. تمام. زي ما انت شايفة جمال وقوام. بس طبعا الريحة ما اقولكيش يعني على الريحة الحراقة، بس هو في الاخر حلو جدا جدا. بعد ما بتروح خلاص الريحة بتبقى خلاص، ده بيبقى حلو قوي، مفيش حاجة تزهقك ولا تضايقك. تمام. يا رب وصفاتي تعجبكم وتنول اعجابكم يا رب. واللي ما اشتركتش معايا في القناه بتاعتي تتفضل وتنورني. انا كونيه محمود، يا ريت تنوروني وتشرفوني، ويا ريت لايكات يا حبايبي بقى عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. زي ما انت شايفه بقى بالشكل الجميل ده، وبالف هنا عليكم يا رب، وسلام.